سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان هذا الرجل كان موحد قبل الإسلام، كان يأبى أن يشرك، يقول لا إله إلا الله، على أنه قضى عمر طويل وتنقل ملكه مشركين وحتى يهود، وقع في ملك أحد اليهود، وهو من أبناء القياصرة، هو من أبناء الملوك. الرجل شخو جاء باحثا عن الحقيقة، يبحث المجتمعات اللي يعيش بها مجتمعات بعيدة عن الله، فكان يهرب بنفسه يبحث عن يوقع بالأسر ويسترق وينقل من واحد إلى واحد. كان يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول علم العلم الأول والآخر وهو بحر لا ينزف، سلمان منا أهل البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم لسلمان، وفعلا سلمان انتهى به بالأخير الأمر إلى أن وصل إلى درجة من العمق، نعم، في مرتبة الخلق يحسد عليها. يعني تصور حادثة بسيطة، هذا لما اجى والي على بغداد ركب حمار وحاط أكاف على الحمار وعنده مطهرة وعنده أدوات بسيطة جايبها، وراكب على ظهر حمار، نزل يسأل على البيت اللي مهيئيه إله. بالأثناء اجى واحد شايل له شيلة شوية ثقيلة، عنده فرد بضاعة شايلها، شاف هذا يمشي وشاف رجل عملاق قوي، قال له تقدم أيها العلج. قال له ما تريد؟ قال له احمل هذا. سلمان حمل هذا الأمر، حمله، أقبل معه. بالطريق لقى واحد من الموظفين، إلى بعد أن كان والي طبعا سلمان على بغداد، سلم عليه بالولاية. ارتبك هذا الرجل، هو ارتبك. قال له ليش ارتبكت؟ قال له أنا غلطت هالغلطة، سامحني على أي حال، أنا غلطت، كلفتك وتفضل. قال له ما يخالف حتى أوصلك إلى بيتك. قال له سيدي دعني أحمله. قال له والله لا يحمله إلا العلج، لا العلج اللي كلفته بحمله هو يحمله، أنا أحمله معك. جاب إلى أن وصل إلى باب البيت، قال له تفضل هذا بس مرة ثانية شوي لطف أخلاقك. ليش أيها العلج؟ قل لي تعال شيل هذا شيء، ما الشكل. تأمل هذول نمط ومو كثير على اللي يربيه علي ابن أبي طالب، مو كثير على الشكل، لأن هذا تربى فيها المدرسة، فيها الإطار، تربى فيها الأجواء، أجواء الرسالة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. فسلمان هو اللي كانت إلى مواقف مشرفة وبيضاء مع المسلمين. ولو تعرف ايش قد كان يحتل سلمان منزلة عند أهل البيت حتى في التربية. نعم، سلمان كان إلى ارتباط قوي جدا بأهل البيت، يعني بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث كان النبي يعبر عنه منا، مو يقول أحد الأدباء قيل لي هل مدحت سلمان يوما؟ قلت مدح النبي يغنيه عنا، هل يزيد المديح من قال فيه سيد المرسلين سلمان منا؟ فسلمان رضوان الله عليه كان هذا الرجل من الموحدين، ما كان يدنو إلى الشرك ولا إلى دروب الشرك قبل الإسلام. ثم لما أسلم وجرت إلى في إسلام قضايا عريضة طويلة.